بعد ما تخلص من المسحه اللي هي المرحله دي بتخش اللي هي على الدوران اللي هي القصه. بعد كده بنقصها زي ما انت شايف كده. انت بتختار نوع معين من الجريد؟ يعني انا ما بين الجريد اللي انا شايفه قدامي في جريد اخضر وفي جريد اصفر. الجريد دي انا زي ما قلت لك في الاول، احنا في ناس بتشتغل اعدادي بيشتغل اللي هو الجريد الاخضر. لكن الجريد ده احنا بنجيبه من على النخل بيتقشر وبيرقد ينشف وبعد كده بنخمره وبيطلع زي ما انت شايف كده. هي بتبقى تجار بتبقى تجار مثلا بيتاجروا فيها. انا دلوقتي عملت مثلا 50 مطرح في الاسبوع، بروح جاي مثلا التاجر معايا عميل بيجي ياخدهم ينشفهم وبعد كده اللي لازم شغل ولا حاجه بيجي يشتريها منه. ما شاء الله ايدك تلفت حرير والله. تسلم يا باشا. بعد كده بنبدا بقى من المسمار. ده بيلم المطرحه كلها. ما شاء الله. كله جريد في جريد. مفيش اي حاجه خارجيه تدخل في المطرحه. مفيش اي حاجه، هو كله جريد في جريد، داير جريد، عمل جريد، حتى الاوان بتاع المطرحه بتبقى جريد. الحاجه الوحيده اللي بتخش المطرحه هي مش جريد الحديد ده بتاع المسمار. بتاع المسمار بس انما كلها من النخل. بس انت بتلف الاطار بدايره المطرحه. هل بيتحط لها يد او حاجه، او بيتحط لها بيدخل عليها بلاستيك مثلا؟ دي بقى بيعملها الراجل التاجر اللي في السوق. ممكن يلون لك المطرحه عشان مثلا لو راح العروسه، ممكن يلف لك على ايدها كيسه بلاستيك، بيعمل اي شكل للمطرحه عشان يحسن البضاعه بتاعته. في النهايه ملوش اي لا ملوش اي عازه، انت ممكن تبيعها كده وده الافضل بتاعها يعني. الله ينور عليك. تسلم يا غالي. ايد الشقيانه كسبانه زي ما بيقولوا. ده شكل المطرحه في الاخر.